مرحبا. السلام ورحمة الله أختي أمينة. مرحبا، تفضل. شرف كبير هذا وصباح مبروك. شحال هذه وحنا كنقلبوا على هذا الشيء غادي نتواصلوا معاه. مرحبا شكون الشرف لينا، تفضل. دوزي لنا الله يسترك ويسمح لنا. كيسمعك تفضل. اهلا وسهلا سي عبد الرحمن. اهلا وسهلا سيدي. وتشرفنا بهذا النهار، نهار كبير هذا اخويا. شرف كبير لينا حنايا. مرحبا. شرف لينا. مرحبا. انا اولا كنهضر معك شخص كفيف. لا اله الا الله. مرحبا بك اخي الكريم. الله ينور بصيرك. ثانيا كنأذن متطوع في سبيل الله بدون اجر. تقبل الله منك. تقبل الله منك. ثالثا دعي معنا كنحفظ القران، الله يوفقنا ليه، لان وليت كنشوف واخا ما كنشوفش كنحضر في بعض الوليمات يعني ولا القران تلاعب به، ولا القران كاننا كنتصنتوا يعني لواحد الناس كيأديو واحد الدور موسيقي. يعني ملي كيشد فلوس كيشد 400 هادشي حضرت ليها، ماشي حضرت ليه بالنفس. ملي كيشد 400 كنشوف القران كنحسب لي انا القران اللي غيقرا في سبيل الله غادي يبدا من الفاتحه والف لام ميم ويمشي يتوكل على الله، لا. ولا بحال الشكل ديال الطباله كنقدر نبدا من الالف لام ميم ونمشي للفجر ورجع للضحى على حسب الانسان شحال هذا. نعم. يعني الانسان اللي معروف غادي يعطيه 50 الدعاء ديالو بوحدو، والوقت اللي ما تأداش 20 درهم كيسكتوا. قسما بالله خويا عبد الرحمن، لا اله الا الله، الا حضرت في وليمات والقران ما قالش لك، قال لك انصتوا، يعني ملي يكون القران يتقرا قسما بالله سي عبد الرحمن الا كيقراو 5 ديال النفوس والناس لا دايره لهم بالقران. علاش؟ لان الله هو الاله، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. الناس ما كيعطيوش قيمه للقران، ما كيعطيوش ليه من الناس. اقسم بالله الا قراو فوق ساعتين ياك وبلا منا الله وافتخار مخصص نهضروا هذه الهضره هذه، قريت انا ما كايناش ربع ساعه والدبانه دازت تسمعها. لان ان يعلم الله في قلوبكم يؤتكم خيرا. وهذا الشيء اللي قلت يا سي عبد الرحمن ديال التعليم، قسما بالله وطليتي على الكتوبه دابا اللي كيتعطوا الدراري والله حتى يبكي الدم. كتوبه فيما عدم الاحترام، فيما عدم الحياء. الله يجعل ربي يفعل بنا خير. امين امين امين. ونقولوا قولي هذا، والله يطول في عمرك ويسمح لنا نكون صدعناكم شويه ولا لا سررنا بالمكالمه ديالك اخي. شكرا لك محمد. الله يلطف بينا ولا يجعلنا مبروك. امين. شكرا على اتصالك. السؤال ديال محمد في القراءه ديال القران استاذ، كيف في مناسبات ملي كيجيبوا الناس يقراوا القران واش كيخص القراءه تكون بالتتابع او لا؟ ثم تكلم حتى على ان الانسان يعني ما تيقراش. طيب يعني الله طبعا هو المطلع على القلوب، ولكن يعني تيقرا يعني كيقول بحسب ما قال، يعني بحسب الأجرة اللي تعطاته. فاحنا نمشيو غير في مسألة عدة الترتيب. أولا يعني لما تناخذوا القرآن الكريم كتجارة تيبقى أنه ما درنا والو، يعني ما قدمنا راسنا والو. ثانيا كنعطيو واحد الصورة خايبة على الإسلام. ثالثا كنعطيو لهاد الناس اللي تكلمنا عليهم الآن في هذا الدرس هذا البداية ديال الحلقة، الملحدين تنعطيهم واحد المسوغ. شوف زي فأخاطب إخواني خصوصا حفظة القرآن الكريم، ما تهينوش القرآن الكريم بهذا الشكل هذا اللي تذكر في السؤال الآن. راه صعيب أنك تتاجر بالقرآن الكريم، صعيب تتاجر به وتولي تدير به، يعني التجارة راه صعيب. ولذلك الناس كيدخل في هذا الشيء، هاد الناس اللي ذكر الأخ في السؤال، وكيدخلوا كذلك حتى الناس ديال الرقيه، وتيدخلوا الناس ديال المتاجره بالقران الكريم. فاحنا قلنا بان المتاجره بكلام الله سبحانه وتعالى يعتبر من المآسي اللي تنعيشها كمسلمين. لان شنو كنعطيو صوره خايبه على الدين ديالنا، لان الدين هو هذا ديال الناس كيبيعوا دينهم الى اخره. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا في بني اسرائيل. اما عندنا حنايا راه ورد الحديث ان سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام. يعني تلقى إنسان ما عندوش ما والو، وخدامين يعني الليلة تدوز بالقراءة ديال قرا هذا من هنا هذا كيقرا هذه الآية ويرجع لنا. فعلا
تلقى الناس يعني ويخلطون بين القرآن وبين السماع وبين الأناشيد وبين الأمداح، والأمداح فيها شرك ويا رسول الله خذ بيدي، والناس صراحة يسيئون إلى الإسلام. هذه أنا كنسميهم هذول الموظفين ديال المقابر، والموظفين ديال المآتم، والموظفين ديال الموت، يخدمون رأى القرآن أنزل لغاية أسمى وأعظم من هذا، أسمى وأعظم مما نتخيل نحن. أنزل القرآن لهداية الناس، ماشي للسعي باش نسعوا به، ماشي باش نبداو نكذبوا على الناس، باش نبقاو لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه تجارة يعني مالها راه غادي تحاسبوا على هذا الشيء اللي تيديروا. تزيد ان من الناس هذو اللي كيمشيو كيقراو القرآن ما يتخلصوش، ولا ماشي قضية ما يتخلصوش، ماشي قضية ما يتخلصوش. انا سبق لي قلت يعني على الناس اللي تيمشيو مثلا الطلبه اللي تيمشيو كيقراو شي بركه الى اخره، تنقولوا الله يحسن العوين، الله يحسن العوين اللي عطاهم شي حاجه راه على كل حال لا نظرا لاجرتهم ولا الهزيله لكن لما تنوليو ناخذوا القرآن كحرفه، نمشي به اليوم هكا، غدا مات ليه، غدا كيلقي واحد فيهم تيمشي يقلب على ديك البلاصه مات فيها شكون محتاج حنا كاين راه اسأنا الى الاسلام.